بداياتي كانت ابتدأت بسماعي إلى الأشرطة، وشفت الأجواء من خلال الأطوار اللي قروها قبلنا روادي، مثل المرحوم حمزة الزغير، وطن، عبد الرضا، كذا. فشفت الأطوار التي قرأت، يعني أشوفها محدودة، هي كلاسيكية، أحس بها محدودة. فكيف أنا أجي يعني أنطلق من انطلاق الإمام الحسين عليه السلام وهو للجميع، لا أحجم نفسي بأني أنا مثلا إلى محافظة ما، لو إلى العراق، إلى بلد ما، لا، الحسين للجميع للكل. فأنا شلون أجي أقدر أقدم شيء يكون عالمي مع هذا التطور الموجود والتقدم الموجود، هالإنترنت، عالم الإنترنت وعالم الفضائيات وكذا. فالحمد لله بمشقة يعني وتفكير وجرأة يحتاج، عارف شلون، أمام أجواء اللي احنا عايشين بيها، أجواء حسينية وأجواء شو أقول لك، مغلقة جدا. فبعناء كنا نجلس مع الحاج جابر الكاظمي، أيام نجلس، يعني نجلس يمكن نجلس بالأربعة بالخمسة العصر إلى بكرة الصباح، نركز ونفكر. أنا آخذ القصيدة جاهزة كمستمع، أنت شو مسوي؟ أنا ما أدري، شمعاني سهران. نعم، لا، أي نعم، جاهزة، هذه جاهزة، بس أنا لا، أنا ما أفكر تفكير المستمع، أفكر كيف أقدر أقدم، كيف أقدر أوصل للجميع، التوصيل للجميع، التوصيل للطفل وللشاب وللكبير بالسن. الكبير بالسن أنا أعاني من عنده، لأنه هو عاصر وعاشر بقية الرواديد القدماء، عارف شلون. وعندي عندي أنا الشاب وعندي الطفل، وكيف أغزوهم، أدخل إلى بيوتهم، أدخل إلى سياراتهم، أدخل إلى كل ما يملكونه على الإنترنت، لو على الفضائيات كذا. من هالمنطلق جيت خففت شوية التلحين، عالم التلحين خففته من تلحين الكلاسيكي اللي كان في السابق، والنبط يعني الأداء غيرته، الأداء تغير عندك. يعني باسم، باسم يقدر اتصور كل راديو يقدر يؤدي. جرأة باسم ما ممكن انه يجوز بالمستقبل، ولكن يجوز بالمستقبل. وجميلة شهدت لها ضراتها، والحسن ما شهدت به الضرات. ارجع الى